لو بتدور ان انت تشتري فيلا في القاهرة الجديدة في مكان مميز يبقى الفيديو ده ليك. ولو مش بتدور بس تعرف حد بيدور على فيلا في مكان مميز طرح اول، ابعت له الفيديو ويلا بينا نبدأ. خلونا الاول نبدأ بسؤال مهم: ايه الحاجات اللي تخليك تفكر ان انت تشتري فيلا، سواء عايز تسكن فيها او عايز تأجرها؟ 3 حاجات لازم اركز فيهم كويس جدا وانا بشتري اي عقار، مش بس فيلا، اي عقار. اول حاجه الموقع وقوه اللوكيشن. تاني حاجه الشركه وسابقه اعمالها وقوتها والملاءه الماليه بتاعتها. تالت حاجه التصميم، لان انا لو مشتري في اللوكيشن حلو بس تصميم مش حلو، خلاص الموضوع مش احسن حاجه. خلونا بقى نتكلم في ال3 حاجات دول بالتفصيل. اول حاجه هنتكلم فيها هي الموقع. احنا الموقع بتاع مشروعنا الجديد ده فين؟ الموقع بتاع مشروعنا الجديد ده في ظهر ووتر واي ذا فيو، ظهر شارع النوادي في منطقة اللوتس. الموقع ده موقع مميز جدا، انت قريب من كل الخدمات، المنطقة عايشة وساكنة بالفعل. طيب تعالوا بقى نتكلم على الشركة، ودي هنتكلم عنها باستفاضة شوية. الشركة هي ايربن لينز، صاحبها هو ايميل عبد الله. ايميل عبد الله هو مستثمر كويتي، عنده اكتر من 60 مشروع في الكويت تحت مسمى شركته اللي هناك اللي هي فيرست جروب. عنده في الكويت مثلا من ضمن المشاريع الجامعة الأمريكية، عنده مجمع عبد الله مبارك، عنده أكتر من 60 مشروع في الكويت. وأكيد اللي من الكويت وبيتفرجوا على الفيديو ده هيكونوا عارفين إيميل عبد الله كويس قوي. عنده مشاريع شراكة كتير مع الحكومة. طيب لو هنتكلم على مصر، عنده في مصر برضو أكتر من مشروع. عنده ليفل بيزنس، ده في العاصمة الإدارية، عنده إستلين على التسعين الجنوبي مباشرة، عنده كمان كومباوند اسمه يالو. اسم تقيل واسم كبير في مجال العقارات، والأهم من كل ده الملاءة المالية اللي تطلع لحضرتك المشروع كما ينبغي، وكمان بالسرعة المطلوبة، مفيش تأخير في الاستلامات، لأن طالما في ملاءة مالية بيبقى مفيش أي تأخير في الاستلامات. تعالوا بقى نتكلم على الديزاين. الديزاين طبعا لهاني سعد، واكيد هاني سعد هو غني عن التعريف. اما بالنسبه للديزاين الداخلي اللي هي الحاجات اللي هي اللاندسكيب والليكس والكلام ده كله، هي شركه اوكوبلان. اوكوبلان برضو من الشركات الكبيره جدا المشهوره في مجال التصميم. تعالوا بقى نتكلم على المشروع نفسه. المشروع نفسه على مساحة 46 فدان، هو فيلات فقط، من أول الإس فيلا، وأكيد كلنا عارفين نظام الإس فيلا بيكون عامل إزاي، لحد التوين هاوس. عندي مساحات بتبدأ من أول 150 متر اللي هي الإس فيلا لحد 350 متر اللي هي التوين هاوس. الأسعار عندي بتبدأ من أول 15 مليون إلى 30 مليون. طبعا ده لونش، وانتوا عارفين ان اللونش اسعاره بيكون فيها اختلافات شوية. جدية الحجز عندي 100,000 جنيه بتكون مستردة بالكامل. لو محتاجين تفاصيل اكتر، محتاجين تحجزوا، محتاجين اي ديتيلز عن مساحات معينة، كلموني او ابعتولي وانا هكلمكم. وما تنسوش ده طرح جديد، فرصة استثمارية كويسة. يلا نبدأ قبل السنة الجديدة، لان اكيد كلنا عارفين ان مع بدايات السنة الاسعار بتزيد. مستنياكم تكلموني.